بحضرتك يا استاذ عبد المجيد هنا في حزب التجمع اليوم في احتفاليه عيد العمال. كنا عايزين نعرف بس من حضرتك الاول كلمه من حضرتك بمناسبه عيد العمال. هو طبعا اعتاد العمال عادة بحكم انهم هم الطبقة اللي بنت مصر وعمرت مصر، ان في كل المناسبات في احتفالات عيد العمال خلال مراحل 3 رؤساء سابقين، سواء من اتفقنا معاه او اختلفنا معاه، انه كان ينتقل للعمال الى مواقعهم. كان بيروح لهم كفر الدوار في احتفالات عيد العمال، وكان بيروح لهم اسكندريه، وكان بيروح لهم في حلوان، وكان بيروح لهم في شبرا، وكان بيروح لهم في المحله، وكان بيروح لهم في السويس، ويحتفل معاهم وسطيهم في مواقعهم. لكن ان يذهب العمال الى قصر رئاسه لاحتفال داخل القصر الجمهوري، دي مسألة جديدة بالنسبة للعمال. والأغرب منها هو إن احنا نسمع إنه لأول مرة رئيس يحتفل بعيد العمال ويفتح قصر الرئاسة للعمال. العمال ما يعرفوش القصور، وأنا شخصيا بتساءل هو مين اللي وصل مين القصر؟ يعني هم العمال اللي ودوا الدكتور محمد مرسي القصر، ولا هو اللي بيحتفل فيهم؟ القصر ده في الحقيقة لو هندور هنلاقي العمال هم اللي بنوه. العمال بيبنوا كل القصور وبيشيدوا كل المصانع وبيشيدوا كل الحاجات الجميلة اللي داخل هذا المجتمع، لكن للأسف هم ما بيستفيدوش فيها، وبرغم ذلك قانعين. كل ما يتمنوا العمال هو حياة كريمة متمثلة في الأهداف اللي طلعت عشانها ثورة 25 يناير: العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وهذا ما لم يتخطط منه شيء حتى الآن في عهد مرسي، سوى إنه إحنا بنشهد إنه مزيد من الفقر للعمال، مزيد من البطالة، مزيد من الأحوال الاجتماعية السيئة، مزيد من الدم، مزيد من السجن. وبالتالي يعني ما أعتقدش أن هذا الاحتفال اللي كانوا يتمنوه العمال في هذه السنة. تمام. برضه استكمالا لمناسبه عيد العمال، ايه رايك في خطاب الرئيس مرسي في يوم عيد العمال؟ هنا زي ما بقول لحضرتك، هو الخطاب لم يحمل أي شيء جديد للعمال. الحديث عن حقوق العمال، وأن العمال ياخدوا أن العجلة تدور. العجلة مش بتدور لأسباب سياسية، مش لأسباب العمال. العجلة مش بتدور بسبب توقف المصانع. في النهارده تقريبا ما يقرب من حوالي 4300 مصنع متعثر النهارده في ظل حكم الدكتور مرسي بيصدر حكمين نهائيين للمراجل البخارية والقنطة للكتان، ويمتنع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن تنفيذ هذه الأحكام. ولو تم تنفيذ هذه الأحكام هتدور عجلة هذا المصانع، لكن للأسف هم بيرفضوا التنفيذ، مما أدى إلى أنه هناك حكم بسجن رئيس الحكومة. الكلام عن 50، انه يقول للعمال انه في 50% زيادة عن السنة الماضية، وان اللي بياخد 100 جنيه هياخد 150، اللي بياخد 200 جنيه هياخد 300 جنيه، يثبت ان هذا الكلام ليس له اي اساس من الصحة عليه الصلاة والسلام. فده كله ده بيؤكد ان احتفالات عيد العمال هذا العام للأسف الشديد لم تحمل أي شيء جديد بالنسبة للعمال. والعمال ليسوا في حاجة إلى قرار. العمال عليهم أن ينتزعوا كل حقوقهم بالإضرابات والاعتصامات وبالتظاهرات، وده السبيل الوحيد لاستعادة حقوقهم. طب بما ان حضرتك برضو القيادي العمالي، شايف ممكن يكون مصير العمال ايه الفترة الجاية، او تأمل ان هو يكون عامل ازاي الفترة الجاية؟ العمال في كل المراحل قادرين على انهم بينتزعوا حقوقهم وبيحصلوا على حقوقهم بوحدتهم وبتضامنهم وبممارسة كل الحقوق الديمقراطية السلمية في الإضرابات والتظاهرات والاعتصامات.
والجديد الآن إن لم يعد العمال هم الوحيدين اللي في الساحة اللي بيناضلوا من أجل حقوقهم، إنما توحدت كل القوى الآن، ومنها وفي مقدمتها الطبقة العامة المصرية في انتزاع حقوقها. وإحنا مش هننسى إن مظاهرات 25 يناير وثورة 25 يناير اللي بدأت 25 يناير من ميدان التحرير وكل ميدان التحرير، من الشباب العظيم اللي قدم حياته ودمه فداء لهذه الثورة، إن هذه الثورة اللي أسقطت مبارك حسمت بإضرابات العمال والعصيان المدني. أخيرا، شايف حملة تمرد أو تمرد زي ما يطلق عليها ستنجح؟ هتنجح لأنه اللي بيتزعمها وبيقودها الشباب ومواطنون عاديون ما لهمش أي ارتباط ولا علاقة بالأحزاب. الناس بتوقع على الاستمرار كما لو كانت هتحصل على حقوق. الناس بتنتزع بالفعل حقها التوقيع، وإنه أي مواطن بيوقع على استمرار التمرد هو مؤهل للخروج للشارع عندما تأتي اللحظة لإسقاط نظام حكم الإخوان وإسقاط الدكتور محمد مرسي، وأن تجري في مصر انتخابات حرة مبكرة جديدة. نتمنى ألا يحدث فيها ما حدث في انتخابات السابقة. أخذ من إجابة حضرتك ديت إن هي تكون إجابة لسؤال مصر إلى أين؟ المؤكد أن مصر تتجه إلى الصح، ومصر بتتجه إلى التغيير وإلى استكمال ثورتها اللي بدأت في 25 يناير ولم تنتهي بعد. تمام، شكرا جزيلا سيدنا، شكرا.